أغلى وأكبر 5 مباني معمارية في العالم. تعالوا نروح ونتعرف عليهم. وأول مبنى معانا وهو مجمع البيت في مكة المكرمة في السعودية. مجمع البيت مش مجرد مبنى، ده معلم هندسي بيجمع بين الفخامة والاستدامة في كل تفاصيله. تكلفة بنائه وصلت لأكتر من 15 مليار دولار، ده بسبب التصميم الفريد واستخدام مواد بناء عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة بأعلى مستوى. أهم حاجة بتميز المجمع وهو برج الساعة الملكي اللي بيوفر رؤية واضحة من مسافات بعيدة، وبيضم أكبر ساعة في العالم بتقنية إضاءة متطورة بتضيء مكة ليل ونهار علشان تدي إحساس لكل الزوار بروعة المكان وقدسيته. والمجمع بيضم فنادق فاخرة ومراكز تسويق ووحدات سكنية وقاعات مؤتمرات علشان يخدم الضيوف من كل أنحاء العالم، وكمان علشان يستوعب العدد الكبير من الزوار في موسم الحج والعمرة. تاني مبنى معانا وهو منتجع وورلد سنتوسا بسنغافورة. وورلد سنتوسا اتكلف حوالي 6.59 مليار دولار علشان يظهر بالشكل المذهل اللي بنشوفه بيه النهارده ده. المجمع ده مش بيضم بس فنادق راقية ومطاعم عالمية، لكنه بيجمع كمان أماكن ترفيهية لكل الأعمار زي يونيفرسال ستوديوز سنغافورة اللي تعتبر من أشهر المنتزهات الترفيهية في آسيا، وحديقة الأسماك SEA Aquarium اللي بتضم آلاف الكائنات البحرية. ومع كل ده التصميم الخارجي للمبنى بيتميز بمناظر طبيعية جذابة ومريحة بتوفر للزوار مناظر خلابة لجزيرة سنتوسا. ويعتبر وورلد سنتوسا من أهم الوجهات السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، سواء كانوا أصدقاء أو عائلات أو حتى أفراد. وثالث مبنى معانا وهو مارينا باي ساندز بسنغافورة. مارينا باي ساندز مش مجرد فندق، ده أيقونة معمارية تبلغ تكلفتها حوالي 5.7 مليار دولار، وتعتبر واحدة من أغلى المشاريع في تاريخ الضيافة. البرج العملاق ده مكون من 3 أبراج متصلة بسقف على شكل سفينة بيديله مظهر مدهش من أول لحظة يشوفوا فيها. كمان داخل مارينا باي هتلاقي أكتر من 2500 غرفة فندقية بتطل على مناظر خيالية للمدينة. والأهم من كل ده حمام السباحة اللامتناهي اللي بيعتبر الأكبر من نوعه في العالم. تخيل نفسك بتسبح على ارتفاع 200 متر فوق الأرض مع إطلالة جذابة على أفق سنغافورة. المكان هنا بيجمع ما بين الاسترخاء والإثارة في نفس الوقت. ومش بس كده، مارينا باي بيضم متحف العلوم والفنون وحديقة كلاود فورست المدهشة. ورابع مبنى معانا وهو أبل بارك في كوبرتينو في كاليفورنيا. أبل بارك معروف إن هو المقر الرئيسي لشركة أبل وتكلفته حوالي 5 مليار دولار، وبيتكون المبنى الرئيسي من تصميم دائري مذهل شبه السفينة الفضائية، يحتوي على حوالي 175 فدان من المساحات الخضراء. المبنى ده مش بس فخم، لكنه مصمم بشكل يتماشى مع فلسفة أبل في الابتكار والاستدامة، وفي مساحة للعمل مفتوحة مع نوافذ ضخمة بتسمح بدخول الضوء الطبيعي. ومن أهم المعالم في أبل بارك وهي حديقة الذاكرة اللي بتعتبر مكان مميز للهدوء، بالإضافة لمركز الزوار اللي بيقدم للزوار تاريخ أبل وابتكاراتها اللي غيرت وجه التكنولوجيا. في النهاية أبل بارك مش مجرد مقر لشركة تكنولوجيا، لكنه واجهة بتعبر عن روح أبل وقيمتها. وآخر مبنى معانا وهو كوزموبوليتان بلاس فيجاس. تكلفة مبنى كوزموبوليتان حوالي 3.9 مليار دولار، وده بيجسد تجربة غير عادية لكل زائر، لأن الفندق بيضم أكتر من 3000 غرفة مصممة بفخامة مع شرفات خاصة بتطل على مناظر خلابة للمدينة ونوافير بلاجيو. وكمان معروف بمطاعمه الكبيرة المميزة زي مطعم كومي الياباني ومطعم وجد سبون اللي بيقدم تجارب طعام استثنائية. وكمان كوزموبوليتان فيها مساحات خارجية رائعة زي بوليفارد بول اللي بتسمح لك بالهدوء والاسترخاء تحت الشمس مع مناظر طبيعية جميلة. وسر تكلفة المشروع العالية هو التصميم المعماري الفريد والديكورات الفخمة، بالإضافة لاهتمامهم بالتفاصيل اللي بتجعل كل زاوية في الفندق بتنبض بالحياة. قول لنا بقى ايه أكتر مبنى عجبك، واستنونا كل جمعة في توب 5.